الله سبحانه وتعالى مرات يكلمنا عن طريق الأحداث وعن طريق المواقف وعن طريق الرموز اللي نجدها في هذا الكون الفسيح، لكن احنا أحيانا لا نصغي بشكل مطلوب ولا نتفاعل مع هذه الحوادث. يوم من الأيام كانت عندي ضائقة شديدة، مشكلة يعني عويصة جدا ما قدرت أحلها. مشكلة استمرت معاي من سنة إلى 3 سنوات، وكل مرة أقول راح تنحل وسبحان الله تتسكر، وكل مرة أقول هذا الحل أو هذا، وسبحان الله أيضا ألاقي نفسي تشتد الصعوبة أكثر وأكثر ولا تنفرج هذه المشكلة. فشكلت عندي هم كبير. سبحان الله، وكأن الله سبحانه وتعالى يعلم هذه النفس ويعلم حتى وسعها وطاقتها. في يوم أحسست بأن فعلا طاقتي وصلت حدها، وهذا الهم يعني خلاص تغلب علي، اللي بديت أحمله في كل مكان. في يوم من الأيام كنت في أحد الصالات ودخلوا اثنين أنا ما أعرفهم، وأنا كنت قاعد يعني بروحي كذي منزوي شوية. فدخلوا هذول الاثنين وكان مكان هادي، شخص ومعاه ما أدري إذا كان صاحبه أو لا، لكن شخص كبير بالسن الثاني، وبين إنه كان متعب، يعني كان قاعد يمشي باليالله، وهذا سانده وقاعد يتمشون وقاعد يقول له كلمات، لكن والله ما قدرت أفهم منها شيء. إلى أن يوقع عده تقريبا جبالي، يعني ما هو بعيد عني لكن جبالي، لكن إلى الآن ما أقدر أسمع شنو قاعد يقولون إلا بعض الأشياء متعلق بالمستشفى علاج وشيء كذي. فهمت، استوحيت يعني أن الفكرة أن الظاهر أن هذا الريال قاعد يتعالج، الريال الكبير بالسن، وهذا يعني مسؤول عنه أو رفيجه أو يمكن يصير له. وأنا في قمة الهم، يعني وصلت لمرحلة اللي ما أقدر يعني حتى أركز، إلى أن سبحان الله صار هدوء أكثر وأكثر. وسمعت هذا الرجال يقول حق الشخص الكبير بالسن، قال له تهون إن شاء الله تهون، وسرد عليه بيتين شعر. وبيتين الشعر لما سردهم قالهم وكأنه بصوت عالي، اللي أنا سمعتهم وحفظتهم في ذاك الوقت، كانت أول مرة أسمعها. وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة في العشي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي. والله العظيم هو من قالها أنا حسيت إنه قاعد يكلمني أنا، ومو بس كذي، حسيت مو هو اللي قاعد يكلمني، وكان الله سبحانه وتعالى قاعد يكلمني، يقول لي ها، يعني كأنه يقول لي خلاص ترى هي سويعات أيام، أمورك يعني سهالة. رجعت البيت سبحان الله وأنا قاعد أتخيل الموقف، إن الله يكلمني، إن الله فعلا سبحانه وتعالى أرسل هذا الشخص اللي ما أعرفه مع هذا الشخص اللي أيضا ما أعرفه، وقعدوا جبالي وتمتموا بالأول. فجأة البيتين هذيلا مو بس سمعتهم وكأنهم طاحوا في صدري وحفظتهم في ذاك الوقت. إذن هي رسالة من الله قطعا. الله سبحانه وتعالى يعني برحمته الواسعة، هذه رحمة واحدة من الرحمات اللي بإذن الله ستشملنا يوم القيامة. شوف شلون يكلمنا، شوف شلون يرسل لنا وتتعاضد كل أقدار الكون من أجلنا مرات، من أجل موقف واحد، إنه يقول لك أمورك طيبة، أمورك سهلة، أمورك ستفرج. إذا مو مصدق انتظر بس، كلها أيام، كلها دقايق. وفعلا يومين وانحلت المشكلة، وبشكل أنا ما كنت حتى مخطط له ولا كنت أتخيل أنها راح تنحل بهذا الشكل. استمع إلى أقدار الله، استمع إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى، استمع لله سبحانه وتعالى في قراءتك للقرآن، استمع لله سبحانه وتعالى وأنت تناجيه، استمع لله سبحانه وتعالى حتى في الأشياء اللي تصير لك، افهم ليش صار لي هذا. استمع لنفسك عندما تتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، في المشكلة، في الهم، في الفرج، في السعادة، في المشاعر، في الأفكار، في الأقدار. الله سبحانه وتعالى عندما أنزل سورة الضحى حب يذكر النبي عليه الصلاة والسلام: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. تفكر في هذه الأشياء حتى شنو تستمع إلى ما أرادها الله سبحانه وتعالى منك. وتذكر دائما وكن على يقين أن الله سبحانه وتعالى أرحم بك من نفسك التي بين جنبيك.